بعضينا على أول 4 حصص خدناهم مع بعضينا في العلوم المتكاملة. يعني هنراجع مع بعضينا على أول درسين في المنهج. ركز معايا، إن شاء الله هلخص لك 3 دروس أو درسين في سبورتين. سبورتين ده الدرس الأولاني، والدرس الثاني حوالي سبورتين. يعني كله على بعضيه يبقى كام سبورة؟ حوالي 4 سبورات. فركز بقى معايا كده إيه؟ صلي بينا على النبي. أول حاجة تعالى نتكلم مع بعضينا على أنواع الأغلفة. هو أنا عندي كام غلاف؟ عندي 5 أغلفة، مش 4، لا 5. عندنا غلاف اسمه الغلاف الحيوي. قال لك الغلاف الحيوي ده بيشمل جميع الكائنات الحية، زي الإنسان، زي الحيوان، زي النبات، زي الكائنات الدقيقة. كل ده ضمن الكائنات الحية، بيشمل جميع الكائنات الحية. عندنا غلاف تاني اسمه الغلاف الصخري. الغلاف الصخري ده بيشمل ايه؟ قال لك الغلاف الصخري ده بيشمل الصخور والمعادن. ما هي المعادن دي اصلا بتكون جوه الارض. المعادن ده زي الحديد، زي النحاس، زي الذهب، وهكذا. عندنا غلاف ثاني اسمه الغلاف الجوي. مين الغلاف الجوي ده بقى؟ قال لك الغلاف الجوي ده بيشمل الغازات اللي موجوده حوالينا. طب ايه هي الغازات اللي موجوده حوالينا؟ عندك يا باشا غاز ثاني اكسيد الكربون، عندك غاز الاكسجين، عندك النيتروجين، عندي اهم حاجه اسمها بخار الماء. بخار مين؟ بخار الماء. طيب الغلاف اللي بعديه اسمه الغلاف المائي. ايه الغلاف المائي ده بقى؟ قال لك الغلاف المائي بيشمل جميع المياه على سطح الارض، من بحار، محيطات، انهار، بس المهم ان المياه دي تكون مياه سائله. يعني بيشمل جميع الماء، بس المياه دي تكون مياه ايه؟ سائله. عندنا غلاف ثاني اسمه الغلاف الجليدي. الغلاف الجليدي ده اللي هو عباره عن ثلج. طب هو الثلج ده بيكون موجود فين؟ قال لك الثلج ده بيكون موجود في قمم الجبال، وعند القطب الشمالي، وعند القطب مين؟ وعند القطب الجنوبي. ماشي يا عم. أول حاجة تعال نبدأ مع بعضنا بالغلاف المائي. إيه هو تعريف الماء؟ قال لك الماء هو سائل شفاف حيوي. سائل شفاف حيوي. تجيني مثلا جايب لك الحته دي في الاسئله بتاعت المذكره، تلاقيني بقول لك ايه؟ الميه سائل شفاف غير حيوي، ولا سائل شفاف حيوي، ولا سائل غير شفاف حيوي، ولا سائل غير شفاف غير حيوي. لا، هو سائل شفاف ايه؟ سائل شفاف حيوي. طيب الميه عندنا بنقسمها ل3 حاجات. حالات الميه كام حاله؟ 3 حالات. في حاله اسمها حاله صلبه، في حاله اسمها حاله سائله، في حاله اسمها حاله غازيه. الحاله الصلبه بتكون عند درجه حراره كام؟ عند درجه حراره 0 سلسيوس. طيب الغازيه عند كام يوم؟ عند 100 سلسيوس. طب السائله عند 0 وعند 100، يعني ما بين 0 وما بين 100. يبقى انا دلوقتي عند الميه فيها كام حاله؟ 3 حالات، حاله صلبه، حاله سائله، حاله مين؟ حاله غازيه. حلو قوي. طيب يقول لك بص بقى معايا، الميه تمثل كام بقى؟ قال لك الميه تمثل لي 70% من الكره الارضيه، او من مساحه الكره الارضيه. يبقى الميه 70% من مساحه الكره الارضيه. طيب ماشي. قال لك بقى الميه دي اللي هي 70% بنقسمها لجزئين، في ماء عذب وفي ماء مين؟ ماء. الماء العذب يمثل لي 3%. الميه المالحه تمثل لي 97%. بس قال لك خلي بالك، الميه العذبه دي بنقسمها لجزئين، في ميه سائله، في ميه متجمده. الميه السائله تمثل لي 1%. اما الميه المتجمده تمثل لي مين؟ تمثل لي الباقي. الباقي ده اللي هو ممكن يكون كام؟ 2% تقريبا.
طيب هي الميه العذبه دي بتكون موجوده فين؟ قال لك بتكون موجوده في الانهار، بتكون موجوده في البحيرات اللي هي العذبه زي بحيره مين؟ زي بحيره اللي هو ناصر، بتكون موجوده في المياه الجوفيه، بتكون موجوده في الامطار. طيب الميه المالحه دي بتكون موجوده فين؟ في البحار، في المحيطات، في البحيرات المالحه زي بحيره القرو، صح ولا غلط؟ طيب ماشي، عرفنا يا عم الجزئيه دي. الجزء بقى اللي بعديه قال لك بقى بص بقى معايا، ركز معايا هنا. عندنا حاجه اسمها دوره المياه. دوره المياه دلوقتي انا بشرب والراجل ده بيشرب وابوه كان بيشرب وعمه كان بيشرب وخالته كانت بتشرب. طب ليه الميه ما قلتش؟ ليه الميه فضلت 3%؟ قال لك اصل اللي انت بتشربه اللي انت بتنقصه احنا بنزوده. طب بنزوده ازاي؟ بنزوده عن طريق الامطار. فيقول لك ايه بقى؟ عن طريق حاجه اسمها دوره المياه. فالميه بتمشي في دوره، الدوره دي عندنا بنسميها دوره مغلقه. دوره ايه؟ دوره مغلقه. طيب ماشي، يعني ايه دوره مغلقه؟ اقول لك ايه؟ دلوقتي انا عندي ادي البحار، ادي المحيطات، ادي الانهار. وكان عندنا ادي هنا يا معالي الباشا الحاجه مين؟ الحاجه الشمس. الشمس دي بتكون متسلطه على البحار والمحيطات والانهار. طب الشمس لما بتكون متسلطه على البحار والمحيطات والانهار بتعمل ايه؟ بتسخن البحار والمحيطات والانهار. طب لما بتسخن البحار والمحيطات والانهار بتعمل ايه برضه؟ بتخلي الميه تتبخر. يحصل لها حاجه اسمها عمليه التبخر. يبقى ايه هي عمليه التبخر؟ عمليه تحويل الماء الى بخار ماء. طيب بخار الميه ده يطلع لفوق يتجمع كده مع بعضيه عن طريق عمليه اسمها عمليه التكثف. عمليه التكثف دي بتحول لي الميه، بتحول لي بخار الميه الى قطرات ميه. قطرات الميه دي اللي هي بالنسبه لي اسمها مين؟ السحب. السحب دي بتنزل على هيئه حاجه اسمها مين؟ امطار. ماشي، يبقى تاني ركز معايا. يبقى الشمس فوق البحر بتسخن البحر وبتسخن الانهار، فبالتالي لما الميه بتسخن بتتبخر، لما الميه بتتبخر بتطلع لفوق بتتحول الى بخار ميه. بخار الميه ده بيتجمع بيتحول الى حاجه اسمها قطرات ميه عن طريق عمليه اسمها عمليه تكثف. عمليه التكثف دي بينتج لها حاجه اسمها السحب. السحب دي بتنزل على شكل حاجه اسمه شكل مين؟ شكل امطار. حلو قوي. طيب بينتج عندي حاجه اسمها عمليه النتحه. ايه عمليه النتح دي بقى؟ بقول لك عمليه النتح هي عمليه خروج الماء الزائد من النباتات. يبقى ايه عمليه النتح؟ عمليه خروج الماء الزائد من النباتات. الميه اللي بتكون زياده في النباتات بتطلع عن طريق عمليه اسمها عمليه مين؟ النتح. طب سؤال طيب، هي عمليه النتح دي بتحصل في النبات بس ولا في النبات والحيوان؟ في النبات بس. عمليه النتح بتحصل فين؟ في النبات بس. ماشي. يقول لك في حاجه كده بتحصل وعايزك تلاحظها معايا. حاجه اسمها الامطار الحمضيه. ايه يا باشا الامطار الحمضيه دي؟ يقول لك بص، هو مش الميه دي بتطلع لفوق بتكون لي حاجه اسمها الامطار. طب هي مش الامطار دي اللي هي عباره عن ميه اللي هي مثلا H2O؟ طب مش في الجو في ثاني اكسيد الكربون وفي غازات ثانيه؟ قال لك لما الميه تتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون CO2 بيديني حاجه اسمها حمض الكربوني. الخلاصه يعني بيخلي لي الميه حامضيه. طب الميه الحامضيه دي، الامطار اللي هي حامضيه دي، لما بتيجي بتنزل بتعمل ايه؟ قال لك لما بتيجي تنزل بتفكك الصخور. بتفكك مين؟ الصخور. يبقى تاني عندنا امطار حمضيه. ايه الامطار الحمضيه؟ الامطار اتفاعلت مع بعض الغازات اللي موجوده في الجو، اعطاني حاجه اسمها امطار حمضيه. لما بتنزل على الارض بتفكك الصخور. طيب ماشي. عندنا برضو حاجه ثانيه، الماء الجوفيه. المياه الجوفيه دي جت منين؟ قال لك المياه الجوفيه دي جت نتيجه تسرب الماء
بين مسام التربه. تصرف الماء بين مسام التربه. اقول لك على حاجه، لو انا دلوقتي جبت شويه ميه وكبيتهم على الارض، مش بتلاقي بعد شويه الارض دي نشفت؟ الارض دي بتعمل ايه؟ بتاخد الميه، بتشفط الميه وتنزلها لتحت. طب لما بتاخد الميه تنزلها لتحت بتولد حاجه اسمها الميه الجوفيه. في حاجه اسمها الترمبه. الترمبه دي تبقى جايبه ميه من تحت الارض. طب الميه اللي تحت الارض دي جت منين اصلا؟ جت عن طريق ان في امطار نزلت التربه، شفطت الميه دي، سحبت الميه دي، كونت لي حاجه اسمها مياه جوفيه. طيب حاجه ثالثه، خلي بالك بقى ان دوره المياه بتعمل تغير فيزيائي وكيميائي وبيولوجي. يعني ايه بقى؟ طبعا البيولوجي ده اللي هو الاحياء. التغير الفيزيائي ازاي؟ هي مش كان عندي هنا الميه كانت في الحاله السائله اتحولت الى الحاله الغازيه، مش ده اسمه تغير فيزيائي؟ طيب بيحصل تغير كيميائي. بيحصل تغير كيميائي ازاي؟ الامطار الحمضيه هي قدامك اهي، ميه مع ثاني اكسيد الكربون عن طريق حاجه اسمها ايه؟ امطار مين؟ حمضيه. طب التغير البيولوجي ده زي مثلا عمليه النقل. طيب ماشي، خلي بالك دوره المياه بيحصل فيها تغير فيزيائي وكيميائي وايه؟ وبيولوجي. طب ايه هي اهميه الماء ده؟ قال لك الماء اول اهميه عندنا مذيب جيد لبعض المركبات الكيميائيه. خلي بالك بقول لك لبعض المركبات الكيميائيه، مش كل المركبات الكيميائيه. يعني انا دلوقتي القميص بتاعي لو عليه مثلا ايه حته حبر، هل الميه هتطلعه؟ لا، هي بتدوب بعض المركبات الكيميائيه، هي بتدوب مركبات كتيره بس مش كلها. طب زي ايه؟ قال لك يا باشا بتدوب الاملاح. زي مين الاملاح؟ زي ملح الطعام اللي هو NaCl. بتدوب بعض القواعد او القلويات زي مين؟ زي NaOH هيدروكسيد الصوديوم. بتدوب بعض الاحماض زي حمض الهيدروليك. بتدوب بعض السكريات زي سكر الطعام او زي الجلوكوز. الجلوكوز ده اللي هو مين؟ C6H12O6. بتدوب بعض الغازات زي مين بقى؟ زي الاكسجين وزي ثاني اكسيد الكربون. يبقى الميه تقدر تدوب كل الحاجات دي. ماشي يا عم. الاهميه الثانيه بقى ركز بقى معايا. قال لك الاهميه الثانيه مهمه جدا لحياه الكائن الحي. ازاي بقى؟ بص يا عم، ده اسمه خارج الخليه وده اسمه داخل الخليه. اللي بيفصل خارج الخليه عن داخل الخليه غشاء كده. الغشاء ده بيكون فيه ميه، غشاء ماء. طب الغشاء ده بنسميه عندنا اسمه غشاء ايه؟ اسمه غشاء الخليه او الغشاء البلازمي او الغشاء الخلوي. طيب الغشاء ده عباره عن ايه؟ الغشاء ده بيمنع داخل الخليه عن خارج الخليه. يعني مثلا الميه دلوقتي او داخل الخليه كان محتاج جلوكوز، كان محتاج طاقه، كان محتاج اكسجين. يعمل ايه؟ يدخل من خارج الخليه لداخل الخليه. طيب ماشي، دلوقتي احنا عندنا شويه فضلات، عندنا شويه املاح، عندنا غاز ثاني اكسيد الكربون، عايزين نطلعه بره. يطلع بره، يطلع من داخل الخليه الى مين؟ الى خارج الخليه. يبقى بالظبط الغشاء الخلوي، الغشاء الخليه ده عامل بالظبط زي الممر. عايز انت تدخل حاجه ندخلها لك، عايز تخرج حاجه نخرجها. ماشي. الحاجه اللي بعدها بقى التركيب الكيميائي للماء. الماء عباره عن H2O. طيب ادي يا عم الاكسجين، ادي الهيدروجين، ادي الهيدروجين. بيرتبطوا مع بعضهم برابطه اسمها رابطه ايه؟ تساهميه. رابطه اسمها رابطه تساهميه. طب والزاويه دي بتساوي كام؟ 104.5. طيب لو انا عايز اجيب النسبه في الحجم ما بين الاكسجين والهيدروجين، قال لك النسبه في الحجم 2 ل1.
2 هيدروجين وواحد مين؟ اكسجين. اما النسبه في الكتله، قال لك النسبه في الكتله الاكسجين 8 والهيدروجين كام؟ والهيدروجين 1. يبقى النسبه في الحجم 2 ل 1، اما النسبه في الكتله 8 ل 1. 8 اكسجين وواحد مين؟ هيدروجين. اما النسبه في الحجم 2 هيدروجين وواحد مين؟ واحد اكسجين. تعالى بص طيب معايا، السبوره اللي جايه دي اهم سبوره، دي اهم سبوره في الدرس كله. ركز معايا. ركز بقى يا عم معايا. يلا يا حاجه ركز بقى معايا بقى في السبوره دي، عشان السبوره دي مهمه جدا، فيها معلومات كتيره مهمه. اول حاجه عندنا الهيدروجين والاكسجين. الهيدروجين النسبه بتاعت الكتله بكام؟ والنسبه بتاعت الحجم بكام؟ الاكسجين النسبه بتاعت الكتله بكام؟ والنسبه بتاعت الحجم بكام؟ بص معايا، يقول لك الهيدروجين الكتله بتاعته تمثل لي لو انت فاكر كانت 11 و11%، صح؟ 11 و11% دي اللي انا ممكن اكتبها يلا يا حماصه 100 على 9%. طب النسبه بتاعت الحجم، قال لك النسبه بتاعت الحجم بتساوي 200 على 3%، ده الحجم. طيب الاكسجين الكتله بتاعت الاكسجين كام؟ 88 و89%، يعني بتساوي كام برضه؟ يعني 800 على كام؟ على 9. اما الحجم بتاع الاكسجين بيساوي كام؟ الحجم بتاع الاكسجين بيساوي 100 على 3%. طيب ماشي، عندنا حاجه بقى اسمها قطبيه الميه. ايه هي بقى قطبيه الماء دي بقى؟ بتصلي مين على الاول؟ الميه نقطه عامله كده اهو، ادي هنا اكسجين، ادي هنا هيدروجين، ادي هنا هيدروجين. الاكسجين السالبيه بتاعته اكتر من الاكسجين. يعني مثلا الاكسجين مثلا هنفترض ان هو عنده 6 الكترونات في الاخر. الهيدروجين عنده كام واحد؟ هو واحد. فالسته تشد الواحد. فلما السته تشد الواحد يبقى الهيدروجين ده هيفقد الكترون. يعني هيكون ايه؟ موجب يا احمد. طب وده؟ سالب. وده؟ موجب. تاني يبقى الهيدروجين هيكون مين؟ موجب. اما الاكسجين عشان كده احنا بنقول على الميه حاجه اسمها قطبيه الميه. يعني ايه قطبيه الميه؟ يعني الميه عندها قطبين، قطب موجب وقطب. القطب الموجب بتاع الهيدروجين، القطب السالب بتاع، بس خلي بالك الميه عندها 2 سالب مش واحد بس. ليه؟ ما هو سالب جاي من هنا، سالب جاي من هنا، يبقى عندها كام سالب؟ 2 سالب. طب سؤال طيب، السالبيه بتاعت مين اكبر؟ السالبيه بتاعت الاكسجين اكبر من السالبيه بتاعت مين يا؟ الهيدروجين. يبقى السالبيه بتاعت الاكسجين اكبر من السالبيه بتاعت مين؟ الهيدروجين. نتيجه بقى قطبيه الميه ادى الى تكوين روابط اسمها روابط هيدروجينيه. ايه الروابط بقى الهيدروجينيه دي بقى؟ اقول لك يا عم، انا كان معايا قد الميه دي، ادي هنا اهو، ادي هنا اتش، ادي هنا اتش. كان معانا برضه ادي هنا اهو، ادي هنا اتش، ادي هنا اتش. بص طيب، الرابطه ما بين الاكسجين والهيدروجين دي سميناها مع بعضنا اسمها رابطه ايه؟ تساهميه. اما بقى الرابطه ما بين الهيدروجين والاكسجين دي اسمها رابطه ايه بقى؟ هيدروجينيه. يبقى دي رابطه تساهميه، لكن دي بالنسبه لي اسمها رابطه ايه؟ رابطه هيدروجينيه. طب معلش طيب ركز معايا، ايه الفرق ما بين الرابطه التساهميه والهيدروجينيه؟ قال لك الرابطه التساهميه بتحصل ما بين الذرات. يعني ايه ما بين الذرات؟ ما بين ذره الاكسجين وما بين ذره الهيدروجين، او ممكن نقول بتحصل في نفس الجزيء، يعني في الجزيء نفسه. اما الرابطه التساهميه بتحصل ما بين ايه بقى؟ بين الجزيئات. بين مين اه؟ الجزيئات. ماشي. طب معلش طيب، هو مين اكتر؟ الرابطه الهيدروجينيه ولا الرابطه التساهميه؟ قال لك الرابطه التساهميه اكبر من الرابطه مين؟ الهيدروجينيه. ماشي. الروابط الهيدروجينيه دي بقى عملت ايه بقى؟
ادت الى ارتفاع درجه غليان الماء الى كام بقى؟ 100 درجه سلسيوس. طب ليه الميه درجه الغليان بتاعتها كبيره؟ عشان في روابط تساهميه وفي روابط هيدروجينيه، الروابط الهيدروجينيه دي بتحتاج طاقه اكبر عشان تتكسر. تاني، ليه درجه الغليان بتاعت الميه عاليه وصلت ل 100؟ عشان في روابط كتيره، فبالتالي الروابط الكتيره محتاجه طاقه ايه؟ كتيره، فعشان كده توصل ل 100 درجه سلسيوس. بينما كبريتيد الهيدروجين درجه الغليان بتاعته كام؟ بسالب 61 سلسيوس. سالب 61 مين؟ سالب 61 سلسيوس. ماشي يا عم، عرفنا المسائل. ركز بقى معايا بقى جامد في الحته دي، ركز جامد جامد. صلي بينا على النبي الاول. بص يا معلم باشا، عندنا حاجه اسمه حمض، حاجه اسمها قاعده. بص، الحمض بيكون مرتبط مع مين؟ الاتش ولا الاو اتش؟ اقول لك الحمض بيكون مرتبط مع الاتش. طب القاعده الاو اتش، يعني لو انا معايا جزء حامضي يبقى الاتش اكبر من الاو اتش. طب لو قاعدي يبقى الاو اتش اكبر من الاتش. طب لو متعادل يبقى الاتش هتساوي مين يا؟ الاو اتش. خلي بالك بقى في الحته دي عشان الحته دي مهمه. لو انا معايا حاجه حامضيه الاتش اكتر، يعني لو انا بقول لك ان انا الجزء ده بقى حامضي يبقى الاتش يزيد ولا يقل؟ يزيد. طب الاو اتش هتزيد والاتش هيحصل لها ايه؟ مش ملاحظ ان انا قاعد اقول لك لو الاتش زادت الاو اتش تقل ولو الاو اتش زادت الاتش تقل؟ يعني العلاقه ما بين الاتش والاو اتش علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. خلي بالك بقى، لو انا معايا حمض قوي وقاعده قويه هيديني وسط مين؟ متعادل. طب لو انا معايا حمض قوي وقاعده ضعيفه يديني وسط مين؟ حامضي. طب لو انا معايا حمض ضعيف وقاعده قويه يديني وسط ايه؟ قاعده. ماشي. تعالى بقى ركز بقى معايا في الثلاث معادلات اللي جايين دول. قبل ما نشرح مع بعضنا الثلاث معادلات عندنا حاجه اسمها عمليه التميز. مين عمليه التميز دي؟ قال لك عمليه التميز دي عكس عمليه التعادل. التعادل كان عباره عن ايه؟ التعادل كان عباره عن حمض وقاعده اديني ملح وميه. اما التميز عباره عن تفاعل ماء زائد ملح اديني حمض وقاعده. يبقى التميز عباره عن ميه وملح اديني حمض ومين؟ وقاعده. عندنا ثلاث معادلات. المعادله الاولى الميه اللي هي اتش او اتش زائد ان اي سي ال اللي هو الكلوريد الصوديوم اديني ايه بقى؟ اديني اتش سي ال زائد ان اي او اتش. ده حمض الهيدروليك وده هيدروكسيد الصوديوم. حمض الهيدروليك ده حمض قوي. طيب ان اي او اتش ده بالنسبه لي اسمه قاعده قويه يا احمد. حمض قوي وقاعده قويه بديني وسط ايه بقى؟ متعادل. بديني وسط متعادل. تلاقيني مثلا في السؤال بقول لك ايه؟ بقول لك عند اضافه ملح ان اي سي ال او كلوريد الصوديوم يبقى ساعتها مين اكتر؟ الاتش ولا الو اتش؟ مين اكتر؟ الاثنين بيساووا بعض، مش ده وسط متعادل. يبقى ساعتها الاتش هتساوي مين؟ الاتش هتساوي الو اتش. طيب المعادله اللي بعديها اقول لك ايه في المعادله اللي بعديها؟ اتش او اتش زائد ان ايه اتش سي او 3 اللي هو اسمه بيكربونات الصوديوم. اديني ايه بقى؟ اديني ركز بقى معايا بقى. اديني اتش 2 سي او 3 زائد ان ايه او اتش. ده بنسميه الحمض الكربوني، حمض ضعيف. ان او اتش ده بنسميه مين؟ قاعده قويه اللي هو هيدروكسيد الصوديوم.
قاعده قويه وحمل ضعيف يديني وسط ايه؟ قاعده. يديني وسط قاعده. خلي بالك بقى ايه هنا السؤال ازاي؟ عند اضافه بيكربونات الصوديوم، لما احط بيكربونات الصوديوم مين هيزيد؟ الاتش ولا الو اتش؟ الو اتش هتزيد والاتش هتقل. مش انا قلت لك لو انا معايا وسط قاعدي الو اتش تزيد والاتش تقل؟ يبقى هنا الو اتش تزداد والاتش يحصل لها ايه؟ هتقل. طب المعادله اللي بعديها اللي هي عباره عن اتش او اتش زائد، ركز بقى معايا، ان اتش 4 سي ال بنسميه كلوريد الامونيوم يعني. اديني ايه بقى؟ اديني اتش سي ال زائد ان اتش 4 او اتش، ده بنسميه هيدروكسيد الامونيوم. هيدروكسيد الامونيوم ده بنسميه قاعده ضعيفه. اتش سي ال ده بنسميه حمض قوي. طيب حمض قوي وقاعده ضعيفه يبقى اديني وسط ايه بقى؟ اديني وسط حمض. اجي اقول لك ايه بقى؟ عند اضافه كلوريد الامونيوم، لما نضيف كلوريد الامونيوم، مين اللي هيزيد؟ الاتش ولا الاو اتش؟ الاتش هتزيد والاو اتش هيحصل لها ايه؟ هتزيد. ركز طيب معايا. تعالى بقى نبدا مع بعضنا ايه؟ نكمل مع بعضنا. عندنا حاجه بقى اسمها البي اتش. مين بقى البي اتش دي بقى؟ البي اتش دي بتقيس إذا كان الوسط ده حامضي أو قاعدي أو متعادل. لو البي اتش دي كانت أقل من السبعة يبقى بالنسبة لي ده الوسط إيه؟ حامضي. طب لو كانت بتساوي السبعة متعادل. طيب لو أكبر من السبعة يبقى ده مين؟ قاعدي. طب ركز بقى معايا بقى إيه في المية اللي جاية دي ونشوف الانواع بتاعت الميه. عندنا ماء مالح، وعندنا ماء مقطر، وعندنا صحر، وعندنا ماء جوفيه، وعندنا ماء عذبه. تعالى يلا في كل نوع من انواع الميه دي نكتب مع بعضنا البي اتش بتاعتها ونقول مع بعض ايه اذا كان حامضي ولا قاعدي ولا متعادل. اول حاجه يعني ده وسط ايه؟ قاعدي. طيب الماء المقطر كام؟ الماء المقطر 7 ده يعني ايه؟ متعادل. طيب ماشي. السحب دي بتكون كام؟ من 4.5 ل 5. من 4.5 ل 5 يعني وسط ايه؟ حامضي. طيب الميه الجوفيه بقى يقول لك الميه الجوفيه ممكن تبقى متعادله او ممكن تبقى مين؟ قاعده بسبب بيكربونات المغنيسيوم وبيكربونات الكالسيوم. طيب المياه العذبه بقى قال لك المياه العذبه ما بين 6.5 ل 8.4. طيب المياه العذبه ممكن تبقى حامضي او قاعدي او متعادل. يبقى المياه العذبه ممكن تبقى 3 حامضه او قاعده او ايه؟ او متعادله. ليه؟ ما هو 6.5 ليه حامضي؟ 8.4 دي قاعدي. طب ما بين 6.5 و 8.4 7 دي مالها؟ متعادله. طيب ماشي. ركز بقى معايا بقى. عندنا حاجه اسمها الكثافه. ايه هي الكثافه؟ يقول لك الكثافه عباره عن كتله وحده الحبوب. كتله وحده مين؟ الحبوب. طيب الكثافه بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي الكتله على الحجم. طب ايه هو الجهاز اللي بيقيس بيه الكثافه؟ قال لك الجهاز اللي بيقيس بيه الكثافه جهاز اسمه الهيدرومتر. طيب ايه هي بقى العوامل اللي بتاثر على الكثافه؟ العوامل اللي بتاثر على الكثافه كام عامل بقى؟ 3 عوامل. ركز بس معايا. اول عامل عندنا حاجه اسمها نوع الماده، ما بين قوسين كده العدد الذري. ودلوقتي مش كل ماده في الدنيا ليها عدد ذري غير الماده الثانيه؟
يعني مثلا الصوديوم العدد الذري بتاعه بكام؟ ب 11. طب المغنيسيوم ب 12. طيب معرفش مثلا الالومنيوم 13. تلاقي اي ماده في الدنيا ليها عدد ذري غير الماده الثانيه، فده بيأثر على الكثافه. يعني خلي بالك الكثافه بتاعت مين اصلا؟ بتاعت الماء المالح ولا بتاعت الماء العذب؟ قال لك الكثافه بتاعت الماء المالح اكبر من الكثافه بتاعت الماء العذب. ماشي. العامل الثاني حاجه اسمها درجه الحراره. طب ركز بقى معايا بقى بدرجه الحراره. قال لك بص، العلاقه ما بين الكثافه ودرجه الحراره عكس العلاقه ما بين الكثافه والحجم، عكس العلاقه ما بين درجه الحراره والحجم. طيب فخلي بالك العلاقه ما بين الكثافه ودرجه الحراره علاقه ايه؟ عكسيه. العلاقه ما بين الكثافه وما بين الحجم عكسيه. العلاقه ما بين الحجم ودرجه الحراره طرديه. طيب ماشي. طب بالنسبه للضغط، العامل الثالث اسمه الضغط. بص بقى معايا، لو انتوا دلوقتي قاعدين قلت لكم ايه؟ انا هضغطكم على مجموعه ثانيه. لو ضغطتكم على مجموعه ثانيه، العدد في المجموعه الثانيه هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. فيبقى العلاقه ما بين الضغط والكثافه علاقه ايه؟ طرديه. يبقى العلاقه ما بين الضغط والكثافه علاقه مين؟ طرديه. قال لك بقى نتيجه اختلاف الكثافه بتاعت الميه ادى الى وجود حاجه اسمها تيارات مائيه. في تيارات مائيه رأسيه، في تيارات مائيه ايه؟ افقيه. طب ايه هي التيارات المائيه الرأسيه؟ قال لك الميه بتتحرك حركه رأسيه، تطلع وتنزل، تنزل وتطلع. ليه طيب؟ قال لك لتوزيع الثروه السمكيه. يعني مثلا لو كان فوق كان فيه اكسجين زياده ينزل تحت، لو تحت كان فيه اكسجين زياده يطلع فوق، لو فوق كان فيه اكل ينزل تحت، وهكذا. يبقى اول حاجه ليه الميه بتتحرك حركه رأسيه؟ ليه بتطلع وبتنزل؟ لتوزيع الثروه الغذائيه على الاسماك، وكمان ممكن نقول توزيع الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. بعد شويه صغيرين هنعرف ان الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بيكون عند السطح، بياخد الاكسجين وبناخد ثاني اكسيد الكربون من السطح، ناخده من الغلاف الجوي. طيب ماشي، ما في ناس بتبقى عايشه في الاعماق تحت، يوصلوها ازاي الاكسجين وثاني اكسيد الكربون؟ عن طريق تحرك الميه. الميه الرأسيه تتحرك من فوق لتحت او من تحت لمين؟ لفوق. طيب الميه بتتحرك حركه افقيه، ازاي بقى؟ عندنا ادي هنا القطب الشمالي، ادي هنا خط الاستواء، ادي هنا تحت القطب الجنوب. بص طيب معايا، عند الخط الاستوائي بتبقى الحراره عاليه. طب لو الحراره عاليه يبقى التبخر عالي. طب لو التبخر عالي يبقى الاملاح اللي بتبقى في الميه تزداد. يعني هيكون عند خط الاستواء هيكون فيها املاح كتيره، لان الاملاح مش بتتبخر، اللي بتتبخر بس مين؟ الميه. يبقى دلوقتي عند خط الاستواء بقى عنده املاح كتيره، فالميه بقى لما تتحرك حركه افقيه ساعتها الاملاح الزياده تروح عند القطب مين؟ وعند القطب مين؟ يبقى ليه الميه بتتحرك حركه افقيه؟ علشان الاملاح الزياده اللي عند خط الاستواء اللي نتيجه ان الحراره عاليه، فلما الحراره بقت عاليه ساعتها بقى التبخر بقى عالي، ولما التبخر بقى عالي الاملاح بقت زياده، فنتيجه حركه الميه الافقيه ساعتها الاملاح الزياده وديناها عند القطب الشمالي وعند القطب مين؟ وعند القطب الجنوبي. ماشي. هو الطبيعي العلاقه ما بين الحجم ودرجه الحراره علاقه ايه؟ علاقه ايه؟ ده الطبيعي. الميه بقى لا، الميه شكلها عامل كده. العلاقه ما بين الحجم وما بين درجه الحراره عامله كده. هنا عند درجه حراره 4 سيليزيوس. بص بقى، الميه مقسومه لجزئين.
جزء طردي وجزء عكسي. الجزء اللي هنا العلاقه ما بين درجه الحراره وما بين الحجم علاقه مين؟ طرديه. اما الجزء اللي هنا العلاقه ما بين درجه الحراره وما بين الحجم علاقه مين؟ علاقه عكسيه. يعني 4 وزياده عكس ولا طردي؟ لا طردي. 4 وزياده طردي. اقل من 4 علاقه مين؟ عشان كده مثلا جهازة الميه لو انت حطها في الفريزر وكانت اقل من 4 مش ساعتها بتلاقي ان الجزازه فرقعت. طب ليه الجزازه فرقعت؟ اصل درجه الحراره اقل من 4 فدرجه الحراره بتقل. لما درجه الحراره بتقل يبقى الحجم بيزيد، فالحجم يزيد وانت مالي الجزازه لحد اخرها فبتلاقي الجزازه دي هيحصل لها ايه؟ تلاقي الجزازه دي فرقعت. ماشي. طب ده الحجم ودرجه الحراره. طب الكثافه بقى؟ الكثافه ودرجه الحراره قال لك شكلها عامل كده. بص بقى معايا، انا اللي يهمني سؤالين. اول سؤال، انا على كثافه بتكون فين؟ عن درجه حراره كام؟ عن درجه حراره كام؟ 4. طب اقل كثافه عن درجه حراره كام؟ 0. دلوقتي ليه ربنا خلى الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بيدوب في الميه؟ ايه السبب؟ قال لك لاتزان الحياه المائيه. يعني ايه اتزان الحياه المائيه؟ قال لك والله اصلا الاكسجين الاسماك والحيوانات البحريه بتحتاج الاكسجين في عمليه اسمها عمليه ايه؟ التنفس. طيب النباتات والفطريات والطحالب في حيوان هو حيوان معني. يبقى الماء الزائد زي الاكسجين. نرجع تاني ليه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بيدوب في الميه؟ قال لك لاتزان الحياه المائيه. يعني ايه اتزان الحياه المائيه؟ هو مش في نباتات ومش في فطريات ومش في طحالب دول بيحتاجوا غاز ثاني اكسيد الكربون لعمليه البناء فقط. اما الاسماك والحيوانات البحريه بتحتاج الاكسجين علشان عمليه التنفس. يبقى دلوقتي الاكسجين وثاني اكسيد الكربون في جزء بيحتاجه الاسماك وبيحتاجه الحيوانات البحريه، دي اسمها عمليه مين؟ عمليه تنفس. وفي جزء ثاني زي الفطريات والبكتيريا والنباتات بتحتاج ثاني اكسيد الكربون عشان عمليه البناء مين؟ الضوئي. طب تعالى طيب نشوف مع بعضنا ايه هي عمليه البناء الضوئي دي بقى. عمليه البناء الضوئي لو انا كان معايا ادي شجره بالشكل ده كده اهو. الشجره دي بقى بتعمل ايه؟ الشجره دي بتاخد اشعه الشمس وبتاخد غاز ثاني اكسيد الكربون وبتطلع لي حاجه اسمها مين؟ الاكسجين. يبقى عمليه البناء الضوئي بتاخد الشمس بتاخد ثاني اكسيد الكربون وبتطلع لي حاجه اسمها مين؟ الاكسجين. وبتطلع لي حاجه برضه اسمها النشا. النشا ده هو اللي بيعمل على نمو النبات. ماشي. ايه هو بقى مصدر الاكسجين؟ يعني الاكسجين ده اللي جاي في الميه ده جاي منين؟ قال لك والله جاي من مصدرين. اول مصدر جاي منه عمليه البناء الضوئي. مش احنا قلنا ان عمليه البناء الضوئي بتطلع لي غاز ثاني اكسيد الكربون؟ الحاجه الثانيه الغلاف الجوي. هو مش الغلاف الجوي ده بيكون فيه اكسجين؟ فالاكسجين اللي في الغلاف الجوي جزء منه بينزل في الميه. يبقى انا عندي كام مصدر للاكسجين دلوقتي؟ مصدرين. طب الحاجه اللي بعديها يقول لك خلي بالك بقى، لما الامواج بتتحرك اكتر نسبه الاكسجين اللي موجوده في الميه بتزيد. طب ليه بتزيد؟ اقول لك ايه. دلوقتي انا كان معايا امواج عامله كده اهي. الامواج دي كانت بتتعرض للغلاف الجوي اللي هو مثلا نسميه الاكسجين مثلا، اللي فيه الاكسجين. لما الميه بقى تتحرك بقى جزء من الموجات ينزل تحت ويطلع بداله جزء تاني. طب الجزء اللي فوق ده مش خد اكسجين؟ ينزل تحت ويطلع بداله جزء ما خدش اكسجين، ياخد اكسجين وينزل تحت ويطلع بداله جزء ما خدش اكسجين، ياخد اكسجين وهكذا. فكل ما الامواج ما بتتحرك كل ما ذوبان الاكسجين بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. ماشي. طيب مين ده اكتر بقى؟ الاكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون؟ قال لك والله على حسب. لو انت بتتكلم على الجو يبقى الاكسجين اكتر من ثاني اكسيد الكربون ب 500 مره. طب لو انا بتكلم على الهواء او لو انا بس بتكلم على الميه
يبقى ثاني اكسيد الكربون اكتر من الاكسجين بكام مره يا 50 مره. طب لو انا بقى بتكلم الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بيدوب في مين اكتر؟ قال لك بيدوب في الماء العذب اكتر من الماء المالح من كام بقى لكام؟ قال لك من 20 ل 30%. من 20 ل 30 من مين؟ من 100. ماشي. طب معلش برضه، هو كلما زادت درجة الحرارة كل ما درجة الحرارة ما تزيد كل ما الذوبانية يحصل لها ايه؟ كل ما الذوبانية ما تقل. يعني العلاقة ما بين درجة الحرارة وما بين الذوبانية علاقة مين؟ بس يقول لك خلي بالك، هما الاكسجين وثاني اكسيد الكربون هيقل، بس ثاني اكسيد الكربون هيقل اكتر. طب ليه هيقل اكتر؟ لان هو موجود كتير في الميه. دي حاجه. طيب ماشي. هو دلوقتي لو ثاني اكسيد الكربون او لو الاكسجين الاول زاد ايه اللي يحصل؟ قال لك لو الاكسجين زاد بيحصل اربع حاجات. واحد، تعزيز تنفس، تتنفس كويس. اثنين، زياده النشاط. ثلاثة، التوازن البيئي، يحصل توازن بيئي. أربعة إيه بقى؟ حاجة اسمها التمثيل الغذائي أو عملية اسمها عملية مين؟ الأيض. تعالى بس ركز معايا، طبعا دي حصة مراجعة، يعني إيه حصة مراجعة؟ يعني براجع لك على الحاجات، مش بشرح لك كل حاجة شرح تفصيلي. كل اللي أنا قلته ده خد معانا 4 حصص، 4 ساعات، فأنا 4 ساعات عايز أقولهم في ساعة واحدة. عندنا حاجة اسمه التمثيل الغذائي أو عملية اسمها عملية الأيض. ايه التمثيل الغذائي وعمليه الايض؟ بيقول لك التمثيل الغذائي وعمليه الايض بنقسمها لجزئين، عمليه هدم وعمليه بناء. طب تعالى نشوف مع بعضنا عمليه الهدم. عمليه الهدم بقى بتحصل ازاي بقى؟ قال لك بص، دي الخليه. الخليه دي بيبقى جواها جلوكوز، وفي هنا غاز ثاني اكسيد الكربون. الجلوكوز ده بيتاكسد فبيديني حاجه اسمها الاي تي بي. الاي تي بي دي اسمها وحده مين؟ الطاقه، وبتطلع لي حاجه اسمها ثاني اكسيد الكربون. يعني عمليه الايض او عمليه التمثيل الغذائي لو انت ركزت هتلاقيها عكس عمليه البناء الضوئي. عمليه البناء الضوئي كانت بتاخد ثاني اكسيد الكربون وتطلع لي اكسجين، اما عمليه التمثيل الغذائي بتاخد الاكسجين وتطلع لي حاجه اسمها مين؟ تطلع لي حاجه اسمها ثاني اكسيد الكربون. طيب هو ثاني اكسيد الكربون ده ايه المصادر بتاعته؟ بيجي منين؟ قال لك بيجي من 3 حاجات. 1 ولا في الجو. 2 عملية الأيض. 3 بيجي من التلوث الصناعي والصرف الصحي وتحلل المواد مين؟ العضوية. طيب هو دلوقتي لو ثاني أكسيد الكربون زاد إيه اللي هيحصل؟ ولو ثاني أكسيد الكربون قل إيه اللي هيحصل؟ تعالى بس نشوف واحدة واحدة. لو ثاني اكسيد الكربون زاد، اقول لك بص، لو ثاني اكسيد الكربون زاد بيحصل 3 مصايب. اول مصيبه حاجه اسمها عمليه التحميض. ايه يا باشا عمليه التحميض دي؟ عمليه التحميض عباره عن ميه مع ثاني اكسيد الكربون يديني حاجه اسمها H2CO3 حمض الكربونيك. حمض الكربونيك ده يخلي الميه حمضيه. طب ماشي معاك، الميه تبقى حمضيه قال لك لا، اصل في حاجه اسمها يلقات البيض بتاع الاسماك ده بيكون حاجات حساسه، فلو الحمضيه بتاعت الميه دي زادت ممكن تاثر على الاسماك الصغيره او البيض بتاع الاسماك او اليلقات. ماشي. الحاجه الثانيه قال لك ضعف التنفس. ايه ضعف التنفس ده؟ لو انا قعدت في مكان فيه ثاني اكسيد كربون كتير هتاخد نفسك بالايه؟ بالعافيه. يعني لو انا قعدت في مكان فيه دخان كتير تلاقي نفسك كده فيه صعوبه في التنفس، صح ولا غلط؟ الحاجه الثالثه بقى حاجه اسمه تقليل التكلف. ايه يا عم تقليل التكلف ده بقى؟ اقول لك ايه، كان في حيوان اسمه المرجان وحيوان اسمه الصدف، كان بياخد حاجه اسمها كربونات. كربونات مين يا رب؟ حد فاكر؟ كربونات الكالسيوم من الماء.
كان بيعمل بيها ايه؟ كانت هي اللي بتكون له العظام، كانت هي اللي بتحميه، كان بيعمل بيها البيت بتاعه. فلما ثاني اكسيد الكربون يزيد بيحول كربونات الكالسيوم الى كربونات الكالسيوم بتتحول الى ايه؟ الى بيكربونات الكالسيوم. طيب بيكربونات الكالسيوم دي مالها بقى؟ قال لك بيكربونات الكالسيوم دي ضعيفه تذوب في الماء. ضعيفه تذوب في الماء. يبقى ده يبقى ايه عمليه التكلس؟ دلوقتي انا كان عندي المرجان وكان عندي الصدف كان بياخد كربونات الكالسيوم من الميه. كان بيعمل بقى ايه؟ كان بيكون العظام بتاعه، كان بيكون البيت بتاعه عشان يبقى محمي. فكربونات الكالسيوم دي بسبب الاكسجين ازاي بيتحول الى بيكربونات كالسيوم. بيكربونات الكالسيوم دي ضعيفه فبتخلي ضعيفه ممكن تدوب في الميه، بتخلي كان الحي ده ايه؟ يموت. زي بالظبط كده يقول لك ايه؟ ما تشربش كاكولا كتير عشان ما تعملهاش هشام في العظام. ليه؟ انت العظم بتاعك بيتكون من كربونات الكالسيوم. طيب كربونات كالسيوم زائد ثاني اكسيد الكربون يدي لك حاجه اسمها بيكربونات كالسيوم. حاجه كده طريه كده ضعيفه. يبقى عندك حاجه اسمها عمليه تشفير عظام. لو دراعك كده اتخبط في اي حاجه دراعك ده ممكن ايه؟ ممكن يتكسر بسهوله. كده انا رجعت معاك. نقفل بقى الفيديو واقول لك